اخبط معاك. ايه يا عبد الرحمن بيه؟ ايش ايه؟ يعني كل مكالماتنا متسجله، كل مكالماتنا متسجله انا وسيادتك. يا كبير يا كبير، يا علاقاتك النسائيه يا كبير. ايه كبير عنها؟ يا صايع. كبير عنها ايه بس؟ قول لي. علاقاتك المشبوهه يا كبير. قول لي كبير ايه؟ قول لي. كاتبين زفت يا كبير، كاتبين زفت. جايبين تاريخك من يوم ما اتولدت يا كبير. طب اديني الملف ده. اديهولك فين؟ اتاخد مني، الشرطه العسكريه خدته مني. وملف الجمعيه الوطنيه، والله العظيم. بس ما تقلقش، اللي الشرطه العسكريه خدته كله هيتحرق. واخد بالك، ما تسلمش للنيابه. اتاخد مننا وضربونا كده حبه وخدوا مننا حاجات، بس بقى ايه يعني، طلع بشويه حاجات وكده. ومعايا هارد. ما لا، بس مش الملف بتاعك ده اتاخد كله. بس مسخره بقى. وقد تقابل المدعو مصطفى النجار مع عبد الرحمن يوسف، واخد بالك، ابن يوسف القرضاوي. هو في مقهى حمزه باشا. ازيك؟ صورت حاجه؟ لا، ده في بلاوي. يلا بقى، ربنا معانا. في ورق لغايه امبارح، كل الناس دي كانت هتعمل ايه، وفلان هتعمل والله ايه، وفلان هيعمل ايه. ايوه يا باشا. بس طيب يا باشا. طب واخد جنسيه؟ ماشي. هتاخد نص. واخد جنسيه؟ معايا. هو بقى واخد جنسيه؟ لا يا عم، ده يا عم مصري، ومصري وامه فلاح وابوه فلاح. ضروري بقى عشان راح التكتوك. ده كان في تصوير جنسي في حاجات جوه. يا عم ماليش دعوه بالجنس يعني. يلا السلام عليكم. ايوه كبير. بس يا كبير، جبت ملف الجمعيه الوطنيه، لقيت ملف الجمعيه الوطنيه، مكالماتي انا وعبد الجليل مصطفى. واشتمت على المنادق. ويكيليكس يا كبير. بص انت مهما تتخيل مش ايه القصه معاك، هتبقى غريبه يعني. ربنا يستر يا كبير. ربنا يستر. احكي لي، قول لي. ما انا بقول لك الكلام والعلاقات ايه، يقول لك علاقات نسائيه بنساء مشبوهات في مصر الجديده ومدينه نصر، واعتاد مش عارف ايه، وقصص كده وسهرات مش عارف ايه، يعني قصص كده. وايه بقى، وكاتبينه ان هو ليس له اتجاه اسلامي، بل وهو منحرف الخلق. يا كبير، كان لازم تبقى معايا بجد. انا مش قادر اوقف نفسي من الضحك يعني. بص انا مش قادر. يا لهوي يا كبير، يا لهوي. لا ده انا بكره لازم اطلع اعمل حلقه مع منى الشاذلي. ومعايا ملف منى. انت خدت حاجه معاك؟ ايوه خدت ايه؟ خدت ملفات ورق ناس، واخد بالك، ملفات ويعني في حاجات هربناها، وخدنا 4 هاردات كمبيوتر، واخد بالك، بس وفلتنا بيهم.